كم ليالي مضت وايام بعد الذي صار، يوم مأرس 3 أصبح الكون محصور. كل ليلة وانا اتمنى من الله واختار، ليتني جنب ذي حبيتي في القبر مقبور. كتب كلمات هذه المرثية الشاعر المعروف أبو موسى عبد الله محمد عبد الله المسوري، من أهالي مديرية ذي ناعم منطقة الحيكل الخف، وهي رثاء في وفاة زوجته وشريكة حياته رحمة الله عليها وأسكنها فسيح جناته، آداء أبو عمار العابد. يلا أدعيك وحدك وانت عالم بالأسرار، مالك الملك تجعل ذنبي اليوم مغفور. بيدك أرزاقنا يا الله وتحيد الأعمار، ما زرع يحصد الإنسان والوقت بيدور. قال عبد الله البداع في ضيق وعصار، ليلة البارح سهراني والقلب مكهور. سطن ومي تهاجمني همومي والأفكار، زوجتي بعدها تعذبت والبيت مهجور. عفت من بعدها كان الحياة مع الدار، وظلمت في عيوني بعد ما كان بها النور. كم ليالي مضت وايامي بعد الذي صار، يوم مأرس 3 أصبح الكون محصور. كل ليلة وانا اتمنى من الله واختار، ليتني جنب ذي حبيتي في القبر مقبور. ودي ارتاح من الدنيا ومن جور الأقدار، بيننا ريننا واحساسي مخفي ومستور. اظهر الصبر والقوة وانا صدق منهار، لجل اولادي ال5 على العيش مجبور. ابتسم لاجلهم وانا بها ايد اذكار، يعلم الله ان القلب لا زال مكسور. زوجتي حبها في القلب ساكن والابصار، حبها يعجز الهاجس وله قلب معذور. ما يكفي ولو بكتب مجلد لها اشعار، أسأل الله في الجنة لها بيت معمور. لهنا أكتفي بالصمت معزولة بأسرار، لا تلوموني من مثلي مع الحزن ما صار. واذكر المصطفى شافع لنا من النار، يوم نبعث أمام الله طيب ومغرور.